مالك يا عوز؟ بقالك كام يوم كده مش عاجبني. ولا حاجة يا نبوية. ولا حاجة ازاي؟ ده انت لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتكلم، ايه الحكاية؟ انت ناسية ان مصطفى عنده امتحان اليومين دول؟ انت كل امتحان تعمل كده؟ ده زي ما يكون انت اللي هتمتحن. ما هو انا برضو اللي بمتحن يا نبوية. ما هو الواد لو سقط يبقى كأن انا اللي سقطت. لا يا اخويا، اطمن مصطفى طول عمره شاطر وبينجح كل سنة. ربنا يسمع منك يا نبوية. ربنا مدينا 3 بنات و3 صبيان غير، وما كنتش بتعمل معاهم كده. اصلهم مش نافعين، لكن مصطفى هو اللي انا مركز عليه. انت ناسي ان كلهم ما حدش منهم خد الابتدائية؟ ليه؟ لان مخهم ناشف، ما حصلوش حتى سنة 6، ما قدروش يستمروا في الدراسة، طلعتوهم. والبنات اللي اتجوز منهم اتجوز، واللي ما اتجوزش ما اتجوزش. ايوه نصيبهم كده يا عويس. قولي نصيبنا احنا. كان نفسي من زمان واحد من الاولاد يكمل تعليمه. يكمل ازاي؟ يعني يدخل الجامعة وياخد الشهادة الكبيرة. يوه، خلي الشهادة الكبيرة لاصحابها. هو احنا حمل ده يا عويس؟ وايه المانع يعني؟ المانع انك غفير بتاخد ما هي على قدك. ما هي مصاريف المدارس مش زي زمان يا نبوية، دول ملاليم. طب والشهادة اللي بيذاكر لها مصطفى دي ما هياش كبيرة؟ لا، دي شهادة متوسطة اسمها الثانوية العامة. بس ربنا ياخد بيده فيه. اما عاوز كوبايه شاي يا اما. اعملوا له شاي تقيل يا نبوية عشان يقدر يسهر. من عينيا الاتنين يا ضناي. ايوه يا ابني، شد حيلك وخد الشهادة ان شاء الله يابا. انت الامل الوحيد اللي انا عايش عشانه. اديك شايف اخواتك. ما تخافش يابا. واديك عارف البلد كلها بتحسدني على انك خدت الشهادة الابتدائية والاعدادية ودخلت ثانوي، حتى العمدة نفسه. هاخد الثانويه ان شاء الله يابا عشان اشتغل واساعدك على الصرف. ربنا يسعدني يا ابني. انا مش هخليك تشتغل بالشهادة دي، هدخلك الجامعة. خد الشاي يا مصطفى. تسلم ايدك يا اما. تصوري يا اما، تصوري ان ابويا بده يدخلني الجامعه. ربنا يقدره يا ابني. الف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك يابا. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض. قومي يا نبوية فريق شربات. حاضر يا اخويا حاضر. بارك لمحمود ابو اسماعيل كمان يابا. انت نجحت انت كمان يا محمود؟ ايوه يا ابو عويس. وهتكمل يا محمود وتدخل الجامعة ولا؟ طبعا هكمل يا ابو عويس. اهي هنبقى اول 2 في البلد يدخلوا الجامعه يابا. يا ابن البلد محتاجة للمتعلمين المتنورين اللي زيكم، تاخدوا الشهادات الكبيرة وتيجوا تصلحوا حال البلد ان شاء الله يا ابو عويس. وابوك هيعمل ايه في المصاريف يا محمود؟ ده مصطفى بيقول ان الجامعة بتكلف. والله ما انا عارف، يمكن هيبيع قراطين من الفدان اللي حيلته. ربنا يقوينا عليكم يا ابني. المهم المجموع اللي جبتوه يدخلكم الجامعة؟ طبعا يابا. طب قول لي بقى، ناويين تدخلوا كلية ايه؟ والله يابا ما احنا عارفين، لسه هقعد انا ومحمود مع بعض ونفكر. والله انا مبسوط اللي هيبقى معاك واحد بلدياتك يونسك في مصر. طبعا يا ابو عويس طبعا، ما احنا هنسكن مع بعض. ايوه عشان نشجع بعض ونذاكر مع بعض يابا. والزواده اللي هتبقى تجيلنا من البلد هناكلها مع بعض. ايوه يا ابني، خليكم كويسين كده مع بعض واتصلوا، خليكم في حالكم. طبعا يابا، ودي عايزه كلام. واديكم عارفين حالتنا، وعلى رأي المثل اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. احنا هنختار كليه الدراسه فيها 4 سنين وبس علشان نتخرج اوام. ايه، مفيش كلية اقل من كده يا محمود يا ابني؟ لا يا ابو عويس لا. ربنا يقوينا على ال4 سنين دول. بس المهم تنتبهوا لحالكم ان شاء الله يابا. وتشوفوا لكم اوضه كده جنب الكليه عشان توفروا مصاريف المواصلات. ما تخافش يا ابو عويس ما تخافش، احنا هنحاول نوفر المصاريف على اهالينا، مش هنطلب غير الشيء الضروري. ايوه يا ابني، ربنا يكفيكوا شر عين الناس. ايه رايك في الاوضه دي يا مصطفى؟ ايوه مش بطاله، وهي جنب الكليه علشان نوفر على اهالينا مصاريف المواصلات. يعني ما كنتش لاقي اوضه غير اللي على السطوح دي. يا اخي احمد ربنا، ده انا رجلي حفيت لحد ما لقيتها. على كل حال نسكن فيها لحد ما نلاقي احسن منها. مش هنلاقي، ده علاوه على ان صاحبه البيت ست طيبه اللي تشوفه يا محمود وعندها بنت زي لهطه القشطه. وبعدين معاك يا محمود، احنا جايين نتعلم ولا نبص لبنات الناس؟ ايه وانا قلت حاجه يا مصطفى؟ اصل لو عملنا كده من الاول لا احنا رايحين ولا احنا جايين. انا بقول يعني يا نتسلى يا اخي. برضه يا اخويا مش جايين نتسلى. طيب يا اخويا طيب ما تزقش كده. جايه. مساء الخير. مساء النور يا مساء النور. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتها الانسه سنيه بنت صاحبه البيت، وده زميلي مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتشرفنا. اتفضلوا. اهدي لقمه بسيطه ماما بعتها لكم. وليه بس كده يا ست سنيه؟ احنا عندنا اكل جايبينه من البلد. وماله يا اخي وماله، زياده الخير خيرين. ارجوك يا محمود، خد الاكل ده رجعيه تاني يا انسه سنيه. انت هتكسفها كده من اول يوم. هاتي يا انسه هاتي. اصل مصطفى
ناشف في كلامه شويه. معلش حقك عليا. مفيش حق ولا حاجة. ورينا بقى جايبه لنا ايه. اتفضل. ايه ده يا سلام، بيض بالبسطرمه وجبنه رومي وزيتون. ابقي اشكر لنا الست والدتك يا انسه ثانيه. على ايه؟ احنا عملنا حاجة؟ عن اذنكم انا بقى، وبعد ما تخلصوا اكل اندهولي اجي اخد الصينية. لا ما تتعبيش نفسك، انا اللي هنزلها لك لحد عندك. طيب عن اذنكم بقى. مع السلامه. ايه اللي عملته ده؟ ايه عملت ايه يا اخي؟ انا مش قلت لك مش عاوزين نختلط بحد؟ مش هنختلط ولا حاجه يا سيدي. تعالى ناكل بقى، تعالى يا اخي تعالى. ياه ده بيض مقلي بالزبده، دوق كده دوق. الجواب ده منين يا عويس؟ من مصطفى. هيكون منين يعني؟ حضرته عاوز 3 جنيه عشان يشتري بهم كتب. وهنجيبهم منين دول؟ والله ما انا عارف يا نبوية. اسمع، ها؟ خد الحلق ده بيعه وابعتهم له. وبعد الحالة هنعمل ايه؟ ماني قلت لك يا عويس، ماني قلت لك ما احناش حمل ده كله. برضه هنشوف طريقة. طريقة؟ طريقة ايه؟ اسمعي، ها. انت عارف اني بشتغل غفير بالليل، نعم. يعني بالنهار فاضي. ايه رأيك اشتغل عند الحاج احمد؟ اهو راجل مبسوط وعنده عزبة. طب ما هو مرسي جوز زينب بنتني بيشتغل عنده، ما هو انا هوصي مرسي يكلمه. بس هيبقى الشغل ليل ونهار، مش هتتعب. هتعب يا نبوية، انما هعمل ايه؟ اهو ربنا يقويني. ازيك يا عويس؟ الله يسلمك يا عم الحاج. وازاي حال البهايم؟ بخير يا عم الحاج. ابنك اللي في الجامعة عامل ايه معاك؟ والله يا عم الحاج احمد ما خبيش عليك، مش هضبني، مش مخلي على قلبي ريحة المية. الله يقويك عليه يا عويس. هعمل ايه؟ صحيح انا مش قد التعليم العالي ده، لكن نفسي من زمان حد يفلح من الاولاد. معلش البركة في ابنك مصطفى. اديني بشتغل عشان خاطره، غفير بالليل وكلف بالنهار. ايه وماله يا عويس؟ هو الشغل عيب يا اخي؟ ويا ريت بعد كده مكفي يا عم الحاج. الا هو في سنة ايه دلوقتي؟ ناجح من سنة اولى واتنقل تاني. كويس قوي. والواد محمود ابو اسماعيل مش قاعد معاه برضه؟ ايوه، وعايشين عيشة واحدة. نجح ورا اخر؟ لا والله محمود سقط لسه في سنة اولى. باين عليه واد لعبي، مع ان ابوه غلبان وبيشيل لقمه من حنكه عشان يديها له. نصيبه كده بقى. لا مش نصيبه، دي خيبته. انا كمان كل ما مصطفى يطلب فلوس ببعتها له، ما بتأخرش عنه ابدا. تعرف يا عويس، نعم. انا مبسوط منك قوي، بعكس اهل البلد مش عارف ايه اللي مضايقهم منك. كلهم كوم وشيخ الغفر كوم. ده بيمر عليا في الليله 3 4 مرات عشان يشوفني نايم ولا صاحي. اصلهم مستكترين عليك تدخل ابنك الجامعه يا عويس. يعني هم بيدفعوا له حاجه من جيبهم؟ ما هو كله من عرق وشاي. طيب خد ال5 جنيه دول ابعتهم لمصطفى. ملوش لازمه يا عم الحاج، ده انت خيرك علينا. خد يا راجل خد. بقول ايه؟ نعم. انا عايز اساعدك. ما انت بتساعدنا اهو يا عم الحاج، كفايه شغلتني كلاف عندك. عاوز اساعدك اكتر. ايه رايك لو تبعت نبويه مراتك كل يوم تساعد الست في شغل البيت؟ نبويه خدامتك يا عم الحاج. اهي تغسل هدمتين طبقين تكنس الدار، ونظير كده هعمل لها ما هي. نبويه خدامتك من غير ما هي يا عم الحاج. خلاص من بكره الصبح هاتها معاك. مصطفى البوسطجي جاب لك جواب من البلد. ايه لازم من ابويا. كنت طلبت منه فلوس عشان الكتب. ايوه لكن ده مسوجر، استلمته ازاي؟ اصلي مضيت بدالك على الوصل. امال انا كنت فين؟ في الكليه. امال انت ما رحتش ليه النهارده؟ انت مش قايل لي اسبق انت وانا احصلك؟ ايوه لكن بقى تقدر تقول يعني كسلت يا اخي. واحنا جايين هنا عشان تكسل يا محمود؟ مش كفايه سقطت السنه اللي فاتت، عاوز تسقط السنه دي كمان؟ لا ما تخافش عليا، هحصلك ان شاء الله. تحصلني ازاي؟ انا في سنه تالتة وانت في سنه تانية. يا سيدي بنقص سنه ولا 2، خلينا نشبع من مصر قبل ما نسيبها. ومش جايز بعد ما نتخرج نتعين هنا في مصر؟ يا ريت يا درش يا ريت، ده اللي يشوف مصر ما يسلهاش ابدا. خساره يا محمود، يوم ما خدنا الثانويه العامه كنت متحمس قوي. ما انا برضو متحمس. على ايه؟ على السينمات والكازينوهات والسهر. وده يمنع يعني؟ طبعا يمنع. بذمتك رحت فين النهارده؟ ما هو انا لو قلت لك هتزعل. ازعل ليه؟ هو مستقبلي ولا مستقبلك؟ يا عم المستقبل بيد الله. صحيح رحت فين؟ انا ساعه ما قلت لك الصبح اسبق انت وانا هحصلك كنت ناوي اروح فعلا. امال ايه اللي حاشك؟ وانا نازل على السلم قابلت ثانيه بنت صاحبه البيت. على فين كده يا سي محمود؟ على الكليه. يعني على فين يعني؟ بس انت اتأخرت قوي يا سي محمود. ما هي هتفوتني المحاضره الاولى. لكن قولي لي انت لابسه كده ورايحه على فين؟ متضايقة من البيت، قلت اخرج اشم نفسي شوية. ها تيجي معايا؟ هاجي بس على شرط نروح سينما. وماله،
عاوزة اشوف فيلم عربي. عربي، انجليزي، فرنساوي، انا تحت امرك. طب يلا علشان نلحق حفلة الساعة 10. والله انا خايف عليك يا محمود. خايف عليا من ايه يا اخويا؟ خايف ما تكملش وترجع البلد تشتغل بالثانويه العامه. ما هو انت غرضك كده. انا يا محمود. ايوه، الود ودك ما ينفعش، ولا يبقاش في البلد واحد معاه شهاده عاليه غيرك. اخصى عليك يا محمود، ده احنا اخوات، ازاي تقول الكلام ده؟ انا ملاحظ كده وخلاص. ليه؟ مش انا اللي دايما اقول لك ذاكر ما بتسمعش كلامي؟ واسمعه ليه؟ ولي امري بتصرف عليا؟ طب بس انا اسف اللي بقول لك اهتم بمستقبلك. استاذ مصطفى، انا قصدك في خدمة. تحت امرك يا انسه ناهد. انت عارف اسمي؟ طبعا، انت من الطالبات الممتازات. اشكرك على المجاملة دي. دي الحقيقه مش مجامله. اتفضل استريح. 2 ليمون من فضلك. انا قلت ضروري هلاقيك في الكافيتيريا. اشمعنى يعني؟ اصلك ما بتختلطش بحد ودايما قاعد في حالك. الاقتصار عباده. قولي لي ايه بقى يا ست الخدمه اللي اقدر اديها لك؟ اصلي بقالي يومين ما جيتش الكليه وعاوزه كشاكيل المحاضرات بتوعك انقل منهم. عندك مانع؟ بالعكس بس ليه ما لجأتيش لغيري؟ لعده اسباب. السبب الاول ان الزملاء التانيين دايما بيهرجوا وانت غير كده. هو السبب التاني؟ سمعت ان خطك حلو ولا بتفوتكش كلمه. عظيم. والتالت؟ انك طالب مثالي ومواظب على المحاضرات. ورابعا؟ مش كفايه كده؟ كفايه. ومادام بتقولي ان خط حلو ولا بيفوتنيش كلمه، اسمحي لي بقى اخد كشاكيلك وانقلك فيها المحاضرات. بلاش اتعبك. بالعكس، انا كنت بدور على اللحظه اللي فيها اتعرف بيكي، لاسباب برضه. السبب الاول مقتصره وما بتحبيش الاختلاط زيي. ثانيا شخصيتك تعجبني. اشكرك يا استاذ مصطفى. قول يا مصطفى، بس احنا طلبه زي بعض وفي سنه واحده، يعني اخر سنه لينا السنه دي ونتخرج. اشربي الليمون. اشكرك. انت من مصر؟ لا، من المنوفيه. وعايش هنا لوحدك ولا مع العيله؟ لا، عايش لوحدي مع واحد بلدياتي هنا في الكليه برضه. امال ما بشوفكش بتمشي معاه؟ اصله لسه في سنه تانية، مع اننا دخلنا مع بعض، انما هو لعبي وما بيحبش يجي الكليه الا نادر. وباباك بيشتغل ايه؟ بابا من الاعيان. لازم عنده ارض. هو عنده عزبه كبيره في البلد. يا سلام، انا احب الارياف موت. اتفضلي. لكن انت سالتيني عن اصلي وفصلي ولا قلتليش حاجه عن نفسك. اسمي ناهد عبد الستار، وحيدة بابا وماما، وساكنين في المعادي، وبابا مدير شركة المقاولات الوطنية. قطاع عام دي؟ لا، قطاع خاص. عاوز تعرف حاجة تانية؟ لا ابدا، كفايه كده. هتجيب لي الكشاكيل امتى؟ بعد 2-3 بكتير. وتلحق تنقلي المحاضرات اللي سابتني كلها؟ ان شاء الله. اتاخرت ليه يا ناهد؟ نص ساعة بس. وهي نص ساعه قليله؟ انت ما تعرفيش قد ايه انا بحبك. ياه، للدرجة دي يا مصطفى؟ طبعا انت بقيتي ضروري لحياتي، زي الهوا، زي الميه، زي الاكل، زي الشرب. قلت الكلام ده لكم واحدة قبلي؟ انا ولا واحده. انت شفتيني بكلم حد؟ وفي البلد؟ في البلد ابويا عايز يجوزني بنت العمده. وهتتجوزها يا مصطفى؟ وانا عمري شفتها؟ اهو كلامه بس. صحيح؟ طبعا يا ناهد، انت اول واحده انفتح لها قلبي. يا ريتك بتحبيني زي ما انا بحبك. تأكد يا مصطفى ان شعوري زي شعورك. الحمد لله. بس اوعى علاقتنا دي تشغلك عن المذاكرة. بالعكس، دي هي اللي بتدفعني علشان اخلص بسرعه واكون جدير بيكي لما ايه؟ لما اتقدم لك. بس يعني تفتكري ان والدك يوافق؟ ما يوافقش ليه؟ علشان يعني مدير شركه. وانت ايه؟ انت ابن راجل اقطاعي عنده عزبه كبيره ومبسوط وقشيته معك. يعني اطمن، بابا ما بيرفضليش طلب، اكمني وحيده يعني واخد دلع بقى. وما دام انا موافقه هو هيوافق. انت شلت هم كبير قوي من على قلبي. بس انا عاوزه اعرفك على بابا. لكن قصدي قدامك فرصه من السما يا مصطفى. فرصه ايه؟ بكره عيد ميلادي وبابا عامل لي حفله كويسه وعاوزك تيجي وهعرفك بيه. ناهد ايوه يا بابا. هو زميلك ما جاش ليه؟ زمانه جاي يا بابا، ده وعدني انه جاي. الغايب حجته معاه، ده نفسه من زمان يتعرف بيكم. واحنا كمان عاوزين نشوفه. اهو جاي اهو. مصطفى يا مصطفى. مساء الخير. اهلا. كل سنه وانت طيبه يا ناهد. وانت طيب يا مصطفى. اقدم لك بابا. تشرفنا. احنا اللي اتشرفنا يا مصطفى ابني. ناهد بتشكر فيك قوي يا مصطفى. ده بس من نبل اخلاقها. انتوا قربتوا تخرجوا، شد حيلكم بقى. الف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك يابا. ما تزغرط يا نبوي. وانا بديك الساعة. يا سلام يا ولاد، انا دلوقتي استريحت من زمان ونفسي يكون لي ابن معاه شهاده كبيره. واديني خدت الشهاده الكبيره يابا. يا ما نفسي اشوف شيخ الغفر دلوقتي، زمانه هيتنقط. خلاص يابا، من هنا ورايح ما يهمكش لا شيخ الغفر ولا غيره. الله،
ايه الزغاريد دي يا اولاد؟ اهلا وسهلا يا عم الحاج احمد، اهلا وسهلا. مرحبا يا الف مرحبا. خلاص يا مصطفى، خلاص خدت الشهاده الكبيره. مبروك يا ابني، مبروك. الله يبارك فيك يا ابو الحاج. حقك بقى تريح ابوك وامك. ضروري يا ابو الحاج، امال هم علموني ليه؟ وناوي تعمل ايه بعد كده يا مصطفى؟ المفروض اني اقدم لمكتب القوى العامله علشان يعينوني في وظيفه. خلاص من الصبح روح وقد. لا يابا لا، انا متحاشالي وظيفه في شركه كبيره في مصر. عال. زي ما تشوف يا ابني، ويوم ما تمسك الوظيفه هروح للعمده. وهتروح للعمده ليه يابا؟ يخطب لك بنته. كده هو خبط لزق. ايوه على ودنه كده، وهيقدر يقول لا؟ انا اللي هقول لا. لازم عاوز يتجوز بنت من بنات مصر. وابوها احسن من العمده يابا. ازاي الكلام ده؟ هو في احسن من العمده يا ولا؟ ابوها بيشتغل ايه يا مصطفى؟ مدير شركه كبيره، وهو اللي هيشلي الوظيفه. اصلها كانت زميلتي في الجامعه، وابوها وعدنا انه يشغلنا انا وهي في شركته بمجرد ما ناخد الشهاده. طيب لما تتجوز يا مصطفى يبقى هات عروستك وتعالى فسحها يومين عندي هنا في العزبه. ايه رايك في البدله دي يا محمود؟ اخر جمال. يا سلام، عريس يا عم حد قدك. عقبالك يا محمود. عقبالي. احنا ما خلاص راحت علينا. ايه يا اخويا، كلها سنتين وتتخرج وتروح تتجوز بنت العمده. لا يا سيدي لا، انا ناوي باذن الله اتجوز ثانيه. بنت صاحبه البيت؟ ايوه، ناس طيبين. ما دام نويت على كده بقى بطل لعب وانتبه لنفسك السنتين دول. طبعا طبعا. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا مصطفى، كنا دلوقتي اتخرجنا مع بعض، ومين عارف يمكن كنت شغلتني معاك في الشركه بتاعت نسيبك. خد البكالوريوس قبله وبعدين ربنا يعدلها. ما قلتليش ابوك وامك مش جايين الفرح؟ يجوا يعملوا ايه يا محمود؟ خلي الطبق مستور. امال هتقول ايه لنسايبك؟ ولا حاجه، ابويا عيان في البلد ما يقدرش يجي، وامي قاعده جنبه ما تقدرش تسيبه. وهيبلعوا الكلام ده؟ قوي، اصل البت حيلت ابوها وامها وبينفذوا طلباتها، وما دام اقنعها هيقتنعوا هما كمان. هنيالك يا عم. وانت مستني ايه؟ ما تقوم تلبس وتيجي معايا. لا اسبقني انت وانا هحصلك، اديني عارف العنوان. وهتقول كده وبعدين تقابلك ثانيه على السلم تاخدها على السينما. انت لسه فاكر الحكايه دي؟ مصطفى، نفسي نروح العزبة بتاعت باباك نقضي فيها يومين. بعدين يا ناهد بعدين. بعدين امتى بس؟ الايام جايه كتير يا ناهد. انت مش وعدتني قبل ما نتجوز نروح نغير جو؟ وانا عندي وعدي. طب ما احنا متجوزين من 4 اشهر اهو. انا مش فاهم انت مستعجله على ايه؟ انت عارف من الاول اني بحب الارياف. ايوه يا حبيبتي عارف. امال كل ما اكلمك في الموضوع ده تاجله ليه؟ ابدا اصلي بصراحه مكسوف. من يوم ما اتجوزنا ما سالتش عن ابويا وامي حتى بجواب، وغير كده انت عارفه ان شغلي في الشركه كتير لا ما تتمسحش في الشركه، بابا يقدر يديك اجازه زي ما انت عايز. ايوه بس يعني مفيش بس. ايه رايك في يوم الخميس اللي جاي؟ معلش يا ناهد اجلي الموضوع لا شوية. الخميس اللي جاي. الخميس اللي جاي يعني الخميس اللي جاي. يا سلام يا ناهد لما تحكمي رايك. ما تقدرش تعرف قد ايه انا مشتاقه للارياف، الشمس الجميله والهواء النقي والخضره على مدى الشوف. ده الريف جنه. طيب لما تتجوز يا مصطفى يبقى هات عروستك وتعالى فسحها هنا عندي في العزبه يومين. ها قلت ايه؟ امرك يا ستي. دي باين عليها عزبه كبيره قوي يا مصطفى. 50 فدان. على كل حال اما نستريح هبقى افرجك عليها. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالعرايس. أهلاً. وسهلا. ازيك يا ابويا الحاج؟ اهلا، الله يسلمك يا ابني. ودي عروستك بقى. ازيك يا عم؟ تسلمي من كل شر يا بنتي. يا بهانه يا بهانه، عن اذنكم لما اروح اخليهم يجهزوا لكم المضيافه اللي هتستريحوا فيها. باباك ده يا مصطفى ايوه طبعا. باين عليه راجل طيب قوي، والعزبه دي كلها بتاعته. اهلا وسهلا نورتم البلد. مراتك دي يا مصطفى؟ الله يسلمك. ايه رايك في العروسه دي؟ حلوه قوي، عرفت تنقي يا مصطفى يا ابني. العزبه نورت. منوره بوجودك يا عم. خدامك عويس. ازيك يا عم عويس؟ تسلمي يا ست يا اميري. عن اذنكم ما اروح اغير هدومي. اتفضل يا عم عويس. وعم عويس ده يبقى مين يا مصطفى؟ ده الكلاف. كلاف؟ كلاف يعني ايه؟ الراجل اللي مسؤول عن البهايم، يسقيهم ويوكلهم وينظف تحتهم. اتفضلوا بقى يا جماعه، اتفضلوا استريحوا في اوضتكم على بال ما نجهز لكم الغدا. ده احنا زرنا النبي النهارده. الله يحفظك يا ابو الحاج، متشكرين قوي. متشكرين عليه يا ابني. البيت بيتكم، وبعد ما تتغدوا وتستريحوا ان شاء الله هاخدكم افرجكم على العزبه. جهز الغدا يا بنت يا بهانه. ازيكم يا اولاد؟ ازيك يا بابا؟ ما قلتليش يا ناهد،
عملتم ايه في العزبه؟ اما قضينا كام يوم هناك يا بابا، جنان جنان. طول عمرك يا ناهد تحب الارياف. ولا الكرم اللي لقيناه من بابا مصطفى. يا سلام. فطور قشطه وزبده وبيض مقلي من اللي قلبك يحبه يا بابا. وغدا انما ايه بقى، طواجن معمره بالحمام وعشا جبنه وعسل نحل وفطير مشلتت. منك لله يا ناهد، جريت ريقي. وليه يا بابا ما تروحش انت وماما تقضوا لكم يومين هناك؟ ده بابا مصطفى راجل كريم قوي، ما كانش مخلينا محتاجين اي حاجه. ايه رايك في الكلام ده يا مصطفى؟ انتم تشرفوا العزبه يا عمي. شوفي مين يا ناهد. حاضر يا بابا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا عمي الحاج. ادخل يا عويس ادخل. مين يا ناهد؟ ده بابا مصطفى ومعاه عم عويس. اهلا وسهلا. عم عويس. حط يا عويس الحاجات دي هنا. حاضر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده ايه اللي جايبه معاك ده يا حاج؟ دي حاجات كده على ما أوسم من خيرات الريف. ما كانش له لازمه يا حاج. ازاي؟ هو انا جايب لحد غريب؟ ده بيتنا. اصلنا كنا جايين لمصلحه في مصر كده، فقلنا نمر عليكم نرد الزياره. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، انتوا منورتوا مصر. ويا ريت كمان تشرفونا انت والست هانم، تقعدوا لكم يومين كده في البلد. ان شاء الله يا حاج. الحقيقه ان ابنك مصطفى يتاقل بالذهب. ابني مصطفى؟ مصطفى مين؟ جوزي يا عم. انتوا افتكرتوه ابني؟ على كل حال ما هو ابني برضه. امال ابن مين؟ ابناني. ابنك انت يا عم عويس؟ ايوه. ابوك مين فيهم يا مصطفى؟ يا الله، هو هينكر؟ الظاهر ان في لبس في الموضوع. ما تتكلم يا مصطفى، ساكت ليه؟ الحقيقه اني اول ما اتعرفت بيكي في الكليه سالتيني عن ابويا فانكسفت. قلت لك انه رجل غني وعنده عزبه في البلد، وبعدين بعد ما اتطورت العلاقه اللي بينا ما قدرتش اتراجع. قول انك انت استعريت من ابوك. لا ابدا يا ابو الحاج. طب ولما رحنا البلد قلت لي ان الحاج يبقى ابوك ليه؟ وساعه ما سلم علينا عم عويس قلت لي انه الكلاف بتاع عزبه ابوك ليه؟ اصلي انكسفت. حد ينكسف من اهله يا مصطفى؟ اللي ملوش خير في اهله يبقى ملوش خير في مراته. انا متاسف والاسف هيجيب ايه دلوقتي؟ معلش جت سليم. لا ما جاتش سليمه يا عمي الحاج. مصطفى لازم تطلقني حالا. ناهد. ايوه لازم تطلقني يا مصطفى حالا حالا. فعلا لازم تطلقها، واعتبر نفسك مفصول من الشركه. كل ده عشان اكتشفت اني فقير يا ناهد؟ لا بالعكس يا مصطفى، لو قلت لي على الحقيقه من الاول كان يزيد مقدارك عندي، وكان لينا شرف المصاهره دي، لان ابوك بالرغم من فقره قدر يحوش من قوته عشان يعلمك ويصرف عليك لغايه ما خلاك بني ادم. ورجعت لابويا وامي في البلد. ابويا وامي اللي قاسوا كتير وجاعوا وحرموا نفسهم من كل شيء عشان اتعلم، ومع ذلك بعد ما اتجوزت ما سالتش عنهم، ما حققتش املهم في اني اساعدهم زي ما ساعدوني. لكن هل هيسامحوني بعد كل اللي عملته؟ يا ريت يا ريت.